يعتبر عصير البرتقال واحدا من أفضل المشروبات الصحية التي يمكن التمتع بشربها، ولعصير البرتقال الطبيعي فوائد لا يمكن حصرها، فهو يعمل على تعزيز مناعة الجسم ومنع تراكم السموم وغيرها من الفوائد التي نتعرف عليها معا في هذا الفيديو. فيتامين سي. يعد عصير البرتقال مصدرا غنيا للعديد من الفيتامينات والمعادن، وعلى وجه الخصوص فيتامين سي، فكوب واحد كبير من عصير البرتقال حوالي 236 ملي، يضم 82 ملغراما من فيتامين سي، ويمثل هذا حوالي 137% من الكمية الموصى بها يوميا، مما يعني أنه يمكن الحصول على النسبة اليومية التي تحتاج إليها من فيتامين سي من خلال شرب كوب واحد. يحتوي عصير البرتقال أيضا على فيتامينات أخرى مثل الثيامين، حمض الفوليك والنياسين وفيتامين ب6 وفيتامين أ، وهو أيضا مصدر جيد للمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم. تقوية مناعة الجسم. كما قلنا في البداية، توفر عصير البرتقال على فيتامين سي يجعله يؤثر بشكل قوي على جهاز المناعة، ففيتامين سي هو مضاد للأكسدة ويقلل من الآثار الضارة الناجمة عن الجذور الحرة في الجسم. كذلك يستخدم الجسم فيتامين سي للمساعدة في تحسين الوظيفة المناعية، كما أن شرب عصير البرتقال يساعدك على محاربة المرض والفيروسات والإنفلونزا. التخلص من السموم. تساعد الكلى على التخلص من السموم في الجسم، وفيتامين أ يساعد على تحسين وظائف الكلى، وبما أن عصير البرتقال هو مصدر جيد من فيتامين أ، فشرب عصير البرتقال يمكن أن يساعد في التخلص من السموم في الجسم. الوقاية من السرطان. إحدى الفوائد العديدة لمضادات الأكسدة مساعدتها الجسم على الوقاية من السرطان عن طريق وقف تكون الخلايا السرطانية، فقد قامت بعض الأبحاث بربط بعض المواد المضادة للأكسدة المحددة بتباطؤ نمو الأورام، وهذا يعني أن كوبا من عصير البرتقال يوميا يمكن أن يكون خيارا جيدا للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان. تحسين الهضم. شرب عصير البرتقال يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة الأمعاء، علاج قرحة المعدة، ومنع الانتفاخ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد أيضا في بعض الحالات مثل الإسهال والإمساك، فهو مفيد للجهاز الهضمي. تقليل الالتهابات. يحتوي عصير البرتقال أيضا على خصائص مضادة للالتهابات، وكشفت الأبحاث أن هذه الخصائص يمكن أن تساعد على تحسين مقاومة الأنسولين وتعزيز صحة الأوعية الدموية والتقليل من خطر تطور مرض السكري أو أمراض القلب. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية، يمكن أن يكون عصير البرتقال جزءا من نظام غذائي صحي لتفادي تفاقم الأعراض. تحسين الدورة الدموية. حمض الفوليك أو فيتامين ب9 لديها العديد من الوظائف الهامة في الجسم، أحدها هو المساعدة في بناء خلايا الدم الحمراء التي تحسن تدفق الدم والحفاظ على مد أعضاء الجسم بالأكسجين. وبما أن عصير البرتقال يعتبر مصدرا غنيا لحمض الفوليك، فشربه يحسن الدورة الدموية وعمل العديد من أعضاء الجسم. خفض ضغط الدم المرتفع. يحتوي عصير البرتقال على المغنيسيوم، والذي تشير الدراسات أنه يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ولكن فوائد عصير البرتقال لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة المحددة التي يمكن أن تحسن عمل الأوعية الدموية، والتي تم ربطها كذلك بخفض ضغط الدم. إنقاص الوزن. الحمضيات عموما ومن بينها البرتقال يمكن أن تساعد فعلا على إنقاص الوزن، فالحمضيات غنية بالمواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في حل مشكل السمنة. لذلك إلى جانب التمارين الرياضية اليومية يمكن إضافة كوب من عصير البرتقال إلى روتينك اليومي. تحسين صحة الجلد. كريمات البشرة التي تستعمل لمحاربة جفاف الجلد والتجاعيد وعلامات التقدم في العمر تحتوي على نفس مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البرتقال،
فشرب عصير البرتقال يمنع التجاعيد ويساعد البشرة على أن تبدو لامعة وأصغر سنا. عصير البرتقال يحتوي على كمية عالية نسبيا من السكر والكربوهيدرات، لذلك يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية عندما يستهلك بكمية كبيرة، لكن إذا شرب بكمية معتدلة لا ينبغي أن يسبب أي ارتفاع في مستوى السكر في الدم. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك، لا تنسى مشاركته مع أصدقائك.